رسالتنا إلى رئيس الحكومة إسقاط نظام المآسي وتحقيق جميع مطالب الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وإشراك القواعد. كيبان لي بأن الحكومة ما عرفاش هل تتغاضى أم هي أصلا لا تعرف خبايا قطاع التعليم. يجب أن تكون لها معلومات ودراية عالية، لأن من خلال خرجاتهم الإعلامية يتضح أنهم هناك حل تفسيرين: يا إما يتغاضون يا إما يجهلون خبايا قطاع التعليم. إذن المرجو منهم من هنا نداء للمسؤولين، نداء لرئيس الحكومة أنه يجب إصلاح حقيقي للتعليم، يجب إسقاط هذا النظام وإشراك جميع التنسيقيات في الحوار وإنصاف رجال ونساء التعليم. اليوم جميع الشغيلة التعليمية في ربوع المملكة تندد وتستنكر جميع المغالطات التي مررها مجموعة من أعضاء الحكومة، من بينهم رئيس الحكومة أخنوش، وكذلك وزير العدل وهبي، وكذلك العالمي الطلبي، الذين خرجوا في خرجات إعلامية بمغالطات من بينها بأن نسبة الإضراب هو 30%. بالله عليكم، هل هذه الحشود تعبر فقط عن 30% من الإضراب؟ كذلك مغالطة أخرى مررها البارحة في أحد القنوات الرسمية للبلاد مدير أكاديمية الدار البيضاء سطات، الذي قال بأن نسبة الإضراب بدأت في التقلص لأن الأساتذة التحقوا بالأقسام. أقول له من هنا، من أرض المعركة، من قلب العاصمة العلمية في فاس، نحن لازلنا في الشوارع، نحن لازلنا في أرض المعركة. رسالتنا إليكم جميعا، رسالتنا إلى المسؤولين هو التصعيد ثم التصعيد حتى إسقاط النظام المشؤوم وتحقيق المطالب. من هنا كذلك نعبر تحية عالية للأمهات والآباء وكذلك التلاميذ الذين يشاركوننا أيضا جميع المطالب وهم بصفنا. أقول بأن الأمهات والآباء كذلك يطالبون بتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.